السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وادي التورتايه التانية في العرض اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت. البوكسات بس اللي انا ما صورتهاش لان الاوردر كان جاي لي متاخر، يا دوب انا عرفت اصور التورت بس. ادي التورتايه الجميله مقاس 22، اتعملت بمنتهى الشياكه والاناقه زي ما انت شايفه. هنشوف مع بعض اتعملت ازاي، وسهله وبسيطه قد ايه وجميله وهتعجبك قوي قوي قوي. بصوا قد ايه السبونج عالي وجميل. حطيناها في قاعدة مقاس 25 في 25، والعلبة مقاس 30 في 30. يلا بينا، لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لأكلات في مطبخك، ويلا بينا ندخل على الطريقة ونشوف عملنا ايه. اول حاجة دول طبعا السبونشات اللي انا كنت ضرباها اهي. عملنا اللي هي مقاس 28، وهنبتدي نعمل اللي هي مقاس 22. اتفرجنا على الفيديو اللي فات اللي هي مقاس 28، وسبت لكم كل حاجه في صندوق الوصف. السهم اللي جنب العنوان هتضغطي عليه هتلاقي كل لينكات الفيديوهات بتاعه الاسبونج وبتاعه الكريمه وبتاعه كل حاجه والجناش والشربات اللي بنسقي بيه، كله في صندوق الوصف. دي بقى اللي هي مقاس 22. ابتديت ان انا اطلعها كده من الصينيه بتاعتها. هسيب لكم برضو طريقه الاسبونج كنا عملناه قبل كده، ما بحاولش ان انا اطول الفيديوهات عليكم علشان النت ما يستهلكش معاكم كتير. تمام، بنقشر بقى الاسبونج زي ما احنا متعودين. اتعملت ب 300 جرام دي اسبونج، و3 بيضات، معلقه كبيره محسن جل الا ربع، وربع كوبايه من الميه، و3 بيضات زي ما احنا قلنا، وفانيليا. تمام، بنضرب كل ده مع بعض، ومعلقه صغيره من الخل. بنضرب كل ده مع بعض على اعلى سرعه في المضرب لغايه ما يبقى معانا عالي ويعمل اللي هو المنقار كده. فخلاص على كده ببتدي ان انا احطه بقى في الصينيه. وطبعا ببقى مولعه الفرن من البدايه خالص على درجه حراره 190. وبعد كده بحط الاسبونج نصه ابيض، والنص التاني بقلب عليه معلقه من الكاكاو الخام بعد ما انخلها طبعا بالمصفى. وبعد كده بقلبهم وبيبقى معايا تورتايه نص ونص زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. بعد كده بقى قطعناها لثلاث ديسكات، بعد ما قشرنا الاسبونج كله قطعناها لثلاث ديسكات. وهبتدي اجيب قاعده مقاس 25 في 25. وادي الكريمه طبعا احنا ضربناها مع بعض قبل كده كتير، فما بحاولش زي ما قلت لك اطول عليكي الفيديو. الطرق دي زي ما انا قلت لكم كانت مطلوبه ان ما يبقاش فيها جلوهات خالص، فانا عملتها بالنوتيلا البيضه والنوتيلا البندق واللوتس علشان اغير فيه بدل مش عايزين جلوهات. طبعا على بيبقى على حسب طلب العميل. فدلوقتي ابتديت ان انا بقى اقسم التورتايه كده واحط في الجنب الابيض اهو كريمه بيضه، وفي الجنب البني هنحط كريمه بني. تمام. لو مطلوب ان هي تتحشي معاكي من جوه او تطعم باي اطعم تمام، مش مطلوب خلاص. انتي بتبتدي تعمليها وهي بتبقى من بره متطعمه جاهزه. ادي الاوردر ده، انا مصورتش البوكسات زي ما قلتلك، انا جبتلكوا شكلها بس في الفيديو اللي فات علشان كان الاوردر جايلي متأخر وهسلمه تاني يوم بدري. فعشان كده انا ما صورتش البوكسات، وريتكم الشكل بتاعها بس. ان شاء الله البوكس العائلي هنعمله مع بعض برضو قريب بإذن الله. بعد كده بنفس الطريقة بنقسم التورتاية، وبعد كده بنحط على الجنب الابيض اهو كريمة بيضة، والجنب البني بالظبط كده كريمة بني. بعد كده بقى ببتدي احط اخر طبقة، وابتدي ان انا اقسم التورتاية ونجيب القاعدة الدوارة بتاعتنا. ونشوف هنعمل ايه دلوقتي بعد ما نسقي بالشربات الخفيف اخر طبقة معانا اهو. الطرق سهلة وبسيطة جدا، لو انتي حطيتي في دماغك ان انتي هتتعلميها او هتعمليها لان هي سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة. ببتدي اجي على الجنب الابيض وابتدي اوزع الكريمة عليه كلها. زي ما قلتلك انا بشتغل جنب جنب، ما بحطش الكريمة على الجنبين الاتنين عشان التقسيمة تبقى مظبوطة معايا. ببتدي احطها كده بالقمع او بالكيس بس بفتحه فتحة صغيرة ايا ما يكون. وبعد كده ببتدي ان انا اجيب السكريبر بعد ما وزعت الكريمة كلها على الجنب الابيض، وابتدي اجيب السكريبر كده واوزع الكريمة بالتساوي علشان تبقى متساوية معايا ومظبوطة اهي بالشكل ده. تمام، السكريبر كده وتساوي فوق وتجيبي من بره على جوه، بحيث ان انتي تخلي كل حاجة مظبوطة معاكي بتساوي جميع الجوانب. وزي ما قلنا التجليس ده اهم شيء في التورتايه، لان ده الفينش النهائي بتاع التورتايه، فهو ده اللي هيبقى ظاهر.
فلازم تجلسي كويس وتاخدي وقتك في التجليس، ما تستعجليش وتقولي انا مستعجلة. لا، دي اهم خطوة، هي التجليس ده اللي هيظهرلك شكل التورتاية وجمالها وكل حاجة. اهو سويت كله وباخد من بره على جوه، بجيب بقى السكريبر المشرشرة وابتدي امشي كده على الجنب. والزيادات بقى اللي طلعت معانا فوق دي ببتدي اخدها كده اسحبها من بره على جوه، علشان تبقى التورتايه من فوق متساويه معايا، رغم ان انا هحط عليها شوكولاتات او كده، بس لازما ان هي تبقى متساويه وجاهزه معايا. بعد كده بجيب الجنب البني وابتدي ان انا اعمله هو كمان بالشوكولاته بالكريمه البني، ومليته بالطريقه ديت. وزعت الكريمه كويس، ببتدي اجيب السكريبر وابتدي اوزع بقى الكريمة واساوي الكريمة كده واجلسها صح علشان تبقى مظبوطة معايا. ومن فوق بنفس الطريقة، والزيادات اللي بتطلع في السكريبر بجيب العلبة كده بتاعت الكريمة وابتدي احط فيها الكريمة الزيادة عشان ما تشليش بقية الكريمة وتطلع. فلازم ان السكريبر يبقى مظبوط ومتساوي معايا، يعني يبقى نضيف ما فيهوش اي كريمة في كل مرة، عشان ما يسحبليش بقية الكريمة ويطلعها لي من التورتايه. تمام. فدي خطوة مهمة جدا، جلسناها بنفس الشكل. هنيجي بالسكريبر برضو المشرشرة ونمشي كده على الجنب، ونبتدي ان احنا ناخد الزيادات اللي طلعت فوق بعد ما تساويها كويس بالسكريبر المشرشرة. الزيادات بقى اللي طلعت تسحبيها وتيجي على النص وتقومي مسحاها. ولازم في الخطوة دي نغسل السكريبر، يعني ما نسيبهاش كده، لا لازم نغسلها وتبقى نظيفة في كل خطوة من موضوع النص ده، عشان الابيض ما يجيش على البني او البني ما يجيش على الابيض. خلصت هنمسح البورد بتاعتنا ونحطها في الفريزر بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما حطيناها في الفريزر شوية هنجيب بقى جناش الشوكولاتة وهنبتدي نمشي عليها كلها بجناش الشوكولاتة بنفس الطريقة دي. اهي خلاص كده تمام. هنحطها في الفريزر 5 دقايق، بريح بس ما بين كل فقرة والتانية 5 دقايق بس في الفريزر، علشان تبقى شادة معايا، بما اننا بقينا في الشتاء، فمش محتاجة ان انا احطها كتير ولا حاجة. حطيت الوردات فوق، واحدة بني وواحدة شوكولاتة زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. وهنيجي بقى على الجنب اللي هو الشوكولاتة، ده كان مطلوب التورتايه دي ان انا هكتب عليها، فابتديت احط بقى جناش الشوكولاتة بالطريقة دي، وهنسيبه خالص لغاية ما يشف معانا. اهو بصوا بتسويه بقى سهل جدا، جناش الشوكولاتة بيديكي منظر رائع. ولو في زيادات بسيطة هتنزل معاكي خبطتين خفاف مش تقال، وبعد كده الزيادات بتنزل كمان، فبتبقى شكلها جميل جدا ولطيف. لو حابة انتي تزودي بتزودي، مفيش اي مشكلة. ادي التورتايه اهيت. هبتدي بقى احزمها من تحت كده زي ما انتوا شايفين، واحدة بيضة وواحدة بني، نفس المنظر اللي فوق. تمام، بنفس القمع كده، الاقماع اللي انا اشتغلت بيها فوق هي اللي انا اشتغلت بيها تحت بنفس الطريقة اهي. بعد ما خلاص تأكدت ان جناش الشوكولاتة خلاص جف ما عادش هينزل تاني، فخلاص على كده ابتديت احط التحزيمة اللي هي تحت بتاعة التورتايه، وخلصت على كده. هنبتدي بقى فوق على الجنب الابيض زي ما قلتلك، ما كانش مطلوب ان انا احط فيها جلوهات، فابتديت ان انا احط لوتس و نوتيلا بيضة. اهو هنشوفها مع بعض دلوقتي. اللوتس طبعا انا خفاف زيت، لوتس نوتيلا بيضة او بني، الحاجات دي كلها بتتخفف زيت. ولو الجو ساقع قوي وهي ماسكه بتحطيها في حمام مائي. تمام. بعد كده بقى جناش الشوكولاته والحاجات دي بنحط عليها لبن والكلام ده، لكن اللي هي النوتيلات واللوتس بتتخف بزيت. حطينا كده، قسمتها لنصين وهبتدي احط زي ما قلتلك. طبعا الخامات عندي كانت بتشطب جدا، وانا خايفة اصلا اروح اجيب خامات من الاسعار اللي انا سامعاها. وطبعا مادام هنجيب خامات وهيبقى فيها زيادة، هيبقى في زيادة في الاسعار، فانا مش بحب كده. انا بحب اجيب الحاجة بكمية عشان يعني ايه اقعد فترة كبيرة ما اروحش اجيب خامات. فربنا يسترها على ما اروح اجيب خامات كده، ما نشوف هتبقى بايه. انا الخامات خلاص عندي زي ما انتم شايفين، العلب بتشطب بالطريقة دي. تخبطي خبطتين عشان النوتيلا تتساوى واللوتس يتساوى. بتجيبي خلة اهيت وبتبتدي تمشي بشكل دائري كده، هيديكي زي منظر لطيف، بس ايدك تبقى سريعة لان النوتيلا واللوتس بيبتدوا يشدوا. وابتديت اعمل كده برضو عند جناش الشوكولاتة مع النوتيلا واللوتس.
حركات دائرية كده هتديكي منظر لطيف وحلو جدا جدا اهو. بنفس الطريقة اللي انتوا شايفيني فيها كده الخلة، وبمشي بحركة دائرية كده. خلاص انا شكلت الوش، هبتدي بقى احط الحاجات اللي عليه خبطتين خفاف علشان بس النوتيلات واللوتس وكده يتساوى. دي شوكولاتة انا بجيبها كده، بحب اجيب من الشوكولاتات دي الاشكال اللي بتعجبني عشان ابقى افتحها واحطها مثلا على التورت او كده. فهي شكل يعني شبيهة شوية ببسكوتة اللوتس، فانا قمت فتحتها كده وحطيتها، وهروح واجي ايه ب... باللوتس عليها، وحطيت على النوتيلا واحدة كونو كده، وهبتدي احط عليها كريسب كأنه نازل منها، هيديها شكل جميل قوي قوي اهو. بصي بقى يعني التزيين ده بتاعك، دي حاجة ترجعلك او الشكل اللي انت حباه. وكتبت عليها وحطيت واحدة كاندي، وابتديت حطيت قلوب، وحطيت واحدة من ترانسفير، ورقة ترانسفير عملتها اللي هي الكيت دي. ودي التورتايه خلصت، وحطيت براد شوكولاتة في النص كده. اللي انت حابة تعمليه بقى فيها اعمليه. دي التورتايه، ودي شكل التورتايه التانية اللي انا طلعتها يوم الاوردر ده. حبيت برضو ان انا اشارككم وتشوفوني انا عملتها ازاي. وكتبنا عليها زي ما قلتلك بقمع كده ليه فتحة صغيرة، وكتبنا عليها اتمنى الفيديو يعجبك. اتمنى ان انتي تجربي التورت دي وتقولي رأيك فيها. وادي التورتايه زي ما قلتلك حطيناها على قاعدة 25 في 25، والعلبة مقاس 30 في 30. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ولو انتي اول مرة تشرفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة. احلى واجمل متابعين في الدنيا.